جمعت لك كده شوية فيديوهات عن جمهور النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي قبل وبعد الخسارة من إنبي، أو يعتبر هم فعلا خسروا من إنبي لأن خسارة نقطتين من إنبي ووجودهم في المركز ال 15. وطبعا الواحد مش بيقول إن ده عيب ولا حاجة، عادي ممكن تحصل مع فرقته، إن تعادل في تعادل في خسارة لغاية ما يفوقوا. بس من الواضح إن في مشكلة كبيرة مع النادي الأهلي، وفي مشكلة جوه ايه هي؟ الله اعلم، ما حدش بيقولها. زائد كمان اصابه زيزو 3 اسابيع، يعني نساه في ماتش القمه كمان. ممكن يكون حس ان القمه جايه، فقال لك الجماهير هتديني على دماغي وهيقولوا لي الجعان الجعان، فلا بلاش اتصاب احسن. تعالوا نشوف اول فيديوهات. يعني الجعان عمال يضيع كور، الجعان زيزو الجعان عمال يضيع اجوان ويطول الكرة قدامه. يا عم ما بتعرفش تلعب بالله عليكم انتوا، مش فاهم انا مش فاهم. مظلومين والله العظيم، مظلومين اهو ادي النادي الاهلي اهو. ما اعرفش انتوا جبتوا زيزو ليه من نادي الزمالك، ما اعرفش. عايزين توقعوا نادي الزمالك، اهو نادي الزمالك كمنظر الكلمه طلع واحنا اللي وقعنا عشان جبنا الجعان ده، وده جعان فعلا. انتوا جبتوا لي ايه اصلا؟ ده كان نافع في نادي الزمالك لكن مش نافع هنا. الشناوي في اخر كوره في الشوط الاول لسه خالص دلوقتي حالا، بدل ما وظف الكلمه ما يشوط الكوره في نص الملعب، لا ده بيشوطها بره. الجمهور يا شناوي بيقول لك اصحى فوق يا شناوي، حرام عليك تعمل فينا كده. جايبين زيزو بمليارات، جايبين فرقه بمليارات عشان نعمل ترند. ده الترند بيتعمل علينا اهو. الجمهور تعب، الجمهور بيقول لك اقسم بالله ما مصدق ولا هصدق. هو اللي بيحصل ده هو في ايه بجد؟ هو احنا اتعادلنا فعلا مع انبي؟ يعني هو النهارده الاهلي اتعادل فعلا مع انبي؟ يعني انا 5 ماتشات كسبت ماتش واحد واتعادلت 3 وخسرت مباراه في الدوري وفي المركز ال 15 ب6 نقط. انا عمري ما شفت حاجه زي دي مع الاهلي. في ايه بجد؟ ده انا لو ما عنديش مدرب، ده انا لو بلعب بناشئين، ده انا لو اي حد في الملعب، عمري ما شكلي بيبقى عامل كده، عمري ما الاهلي بيوصل للمستوى ده. في ايه؟ انا مش فاهم في ايه بجد والله. يعني ايه اتعادل النهارده مع انبي في المباراه الخامسه في الدوري؟ 5 ماتشات بكسب منهم ماتش واحد. فين جرينتة اللعيبه؟ فين اخر دقايق اللي انا بكسب بالعافيه ايا كان حالتي الفنيه عامله ايه وايا كان المدرب قايل ايه؟ اللي بيحصل في الملعب ده لا تقول لي بقى حكم ولا زف ولا ضربه جزاء ولا خرا، مش فارق معايا اي حاجه غير فارق معايا نتيجه المباراه. يعني ايه الاهلي يتعادل النهارده؟ انا عايز افهم ازاي اتعادل النهارده وافضل في المركز ال 15؟ ازاي بجد؟ كنا بنقول اصل فاضل لنا ماتش، اصل متاجل مش عارف ايه. انت لعبت دلوقتي فاضل لك ماتش واحد، حتى لو كسبته تبقى في مركز 8 ولا مش عارف كام. ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ اللعيبه دي كلها لازم تتغرب بفوق اللائحه، بفوق اللي موجود. اللعيبه دي ما تاخدش فلوس، اللعيبه دي تنزل تتمرن مع ناشئين. انت بقى انا مش قادر طلعوني. بيتكلم عن زيزو، كان في حاجه في ركبته. فلازم يا جماعه المساله كل متكامل. والنحس لما بيجي ما تعرفش ادم مين اللي نحس على الفرقه، تعرفش مش على الفرقه، على الاهلي كله. في ادم نحس والله، قصده على زيزو والله العظيم. في ادم نحس دخل على النادي الاهلي خلص على كل حاجه، والله خلص على كل حاجه. ده الادم النحس ده طفش الخطيب، طب الخطيب مش اللي طول عمره قاعد في الاهلي. ففي ده موجود، النحس ده موجود والفقر ده موجود. في ناس بيبقى ماشي معايا النحس والفقر. شوفوا مين اللي نحس ومين فقر، وادم شر على النادي وعلى الفرقه وعلى كل حاجه. بالله العلي العظيم انا اني بيوجعني والله العظيم، ما بهزر ومش بحفل. انا فعلا جنبي وجعني. انا الموسم ده كل امراض المعده جات لي بسبب الاهلي. انا لما بتعب معدتي بتتاثر، بتوتر بتعصب معدتي بتتاثر. ده مش تحفيل. وبعد كده هو استفسار والله، حتى بس يرد عليا. هو الجمهور اللي في المدرج اللي بيقول بالدم بالروح الدوري مش بيروح مني يا حبيبي، احنا بنهبط. ده ذنب الاسماعيلي واللي عملناه فيه. مهما الارض الزلزل دراويش مش هتنزل. سبحان الذي سخر لنا هذا. تقريبا كده والله اعلم ان الاهلي عرف ان الشتاء على الابواب فبيمهد للمنطقه الدافئه، عاوز يتدفى. حسبي الله ونعم الوكيل، والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. تعبت من كل مره اطلع نقعد نسوق، ما خلاص السويت ما بقتش تجيب فايده ولا نتيجه. ما فيش حد سامعك اساسا، انت ما حدش شايفك، احنا مش متشافين. واحنا تشكيلنا ولاعبتنا ومدربنا وادارتنا افضل من اي حد. يمكن انا شايف ان المنافسه الحقيقيه ما بين الزمالك وبيراميدز. احنا في حته ثانيه خالص. مثلا لو كان تريزيجيه وبن شرقي وزيزو كان ايه اللي هيحصل؟ وامام وبن رمضان. ده بالاولى لو في حد هيبقى قلقان من سكواد الاهلي. طيب ولاعيبه الاهلي
متاهلين كويس عاده، فبيبقى في بروسس اسمه الاهلنه. دي حاجه لو عديت بيه بتبقى كلاعب منظم منضبط محترف. اهلنه عشان كده لما بناخد اهلنه اللاعب جديده. هاني يلا اوفرات، هاني يلا هاني اوفرات، هاني تريزيجيه يوم لك النحس يلا تعالى هنا عمك تريزيجيه يلا الهدف الاول ضربه الراس من تريزيجيه. محمود احنا في المركز ال 15 يا كابتن محمود، احنا معانا 5 نقط يا كابتن محمود. هنسكت حاضر، هي حلوه يا كابتن. ايوه يا كابتن محمود بقى حلوه كده بس طالما جاب جون نسكت. ده ثواني كده مش باين اهو. يا رجاله احنا مش هنكسب ماتش ولا ايه يا رجاله؟ هنفضل في العتمه دي كتير، هنفضل في الظلام ده كتير. طب حد ينور لنا لمبه حتى نشوف. المشكلة انت هتقابل الماتش الجاي يا عم افرد ايدك يا عم افرد ايدك يا عم ارحمني يا عم وافرد ايدك يا عم. انا مش قادر احط جدول الدوري العام، ما ينفعش ان انا احط الجدول. مرتبات تمام، فلوس تمام، قبض تمام، اعلانات تمام، ملايين تمام، استقرار اداري تمام، استقرار فني تمام، معاكوا عربيات تمام، الفيزا مشحونه تمام، عندك استوريات تعرف نسوان على الانستجرام تمام. ايه اللي ناقصك؟ ناقصك اجي ارضعك يعني، اجي تعالى في حضني اخدك تعالى احط اللعيبه في حضني قبل ما ينزلوا ارضعهم. انا اقسم بالله ما مصدق، اقسم بالله ما مصدق ولا هصدق. هو اللي بيحصل ده هو في ايه بجد؟ هو احنا اتعادلنا فعلا مع انبي؟ يعني هو النهارده الاهلي اتعادل فعلا مع انبي؟ يعني انا 5 ماتشات كسبت ماتش واحد واتعادلت 3 وخسرت مباراه الدوري وفي المركز ال 15 ب6 نقط. انا عمري ما شفت حاجه زي دي مع الاهلي. في ايه؟ ده اللي شفناه النهارده فرقه النادي الاهلي. فالاهلي النهارده كسب نقطه ما خسرش نقطتين. والنحس لما بيجي ما تعرفش ادم مين اللي نحس على الفرقه. مش على الفرقه، على الاهلي كله. في ادم نحس والله. الاهلي النهارده يخسر عدد كبير جدا من النقاط. الاهلي اللي جمهوره اتعود عليه 5 ماتشات ب 15 نقطه، الاهلي خسران 9 نقاط حتى هذه اللحظه. الاهلي في مركز متاخر جدا، الاهلي في المركز 13 او ال 15 المدجج بالنجوم. الاهلي اللي عنده كتيبه لعيبه بيعتقد الكل ويتحدث عنها قبل بدايه الموسم ان هي هتاكل الاخضر واليابس بكل الطرق وبكل الاشكال. النهارده الاهلي بدا منزوعا للروح. كابتنك بالماتش جاب جول، كابتنك بيقول لك هش عسليه. قال هش انا كنت في انجلترا، هش يا ابن المره، هش يا اولاد يا اسلام يا ابن المره، هش قال لي هش، قول لنا هش. محمد هاني بقى رفع عرضيه، الله اكبر فوق كيد المعتدي، الله اكبر. مش شايف غير انانيه تريزيجيه فعلا. يا عيني يا اسلام، اسلام الجن. صفر. غير اسمك يا اسطى، ما غير اسمك يا اسطى، يعني ما تغير اسمك يا اسطى، يعني ما مش لايق على الكوره ولا اي حاجه فاهم. سمي نفسك انت احمد رمضان بقى، خلي المذيعين يقولوا حاجه ثانيه غير بيكهام بقى يا جماعه، كفايه كذب بقى. تريزيجيه وبيكهام ايه وبتاع ايه؟ تريزيجيه وبيكهام وميسي اسمك احمد رمضان. قلنا لك رمضان بيجي بعديه شوال، مش بيكهام نهائي يعني. اللعيبه الصيني عايزين لعيبه من الصين، لعيبتنا مكسلين. طبعا الترتيب ال 15 الشناوي طالع ضربه بالقلم فالواد وقع، الحكم طرده وبعدين راح شاف ورجع قال له طرد نو انذار يس فاول جو. يا مومبي الاخبار جون جامد قوي يا مومبي. انا عندي حاجه في السيين ده كده عايز ابيعها على 34 مليون. ايه رايك؟ حاجه على البحر في ماونتن فيو. ايه الاخبار؟ بشوات طبعا قاعدين مع حاميه ايه يلا مش مكافح.